قبل ما نتكلم ونقول الحاجات الطبيعيه اللي بتساعد الجسم انه يتخلص من الميه الزايده اللي فيه، هو ازاي اصلا اعرف ان في ميه زايده في جسمي؟ بحس بايه يعني؟ ببساطه الواحد يحس انه مورم، بيبان ان ملامح وشه تكون مورمه، الدبله تضيق والجزمه تضيق، الحزام، البطن، التوريم غير التخن. خلي بالكم في ميه بتتحوش في الجسم نتيجه اسباب مرضيه، انا ماليش دعوه بيها، دي دكتور البطن هو بيتعامل معاها. انا هتكلم بقى عن الحاجات الطبيعيه دلوقتي اللي تساعدنا ان احنا نتخلص من الميه الزايده اللي في جسمنا. اول حاجه تقلل استهلاكك من الملح. الملح من صفاته انه بيحوش ميه في الجسم، والملح مش ملح الطعام بس الصريح، في مصادر تانية لازم تعرفها للملح. في ملح مستخبي في الجانك فود وفي اللحوم المصنعه وفي الاغذيه المحفوظه، في مرق الدجاج، في المخلل طبعا، وبعض الجبن اللي ملحها عالي. وتاني حاجه نقلل اكلنا من النشويات والسكريات، عشان ده بيتحول لجلايكوجين، والجلايكوجين ده بيحوش ميه في الجسم. نشويات يعني رز ومكرونه وعيش، وده بتلاحظوه مع اول مره تبداوا دايت ان انتوا بتفقدوا ميه كتير قوي وتحسوا ان انتوا اخف نتيجه قله النشويات. تالت حاجه هتساعد كتير ان احنا نقلل الميه في جسمنا، ان احنا نعتمد على اكل فيه مصادر غنيه للبوتاسيوم والمغنيسيوم زي الفاكهه والخضار، المكسرات، منتجات الالبان. نفسي متحيزه جدا للورقيات، جرجير، بقدونس، كزبره، شبت، مليانين بوتاسيوم، والبقدونس لوحده مدر جيد جدا للبول. مش عارفه تتوقعوا ولا لا، بس من الحاجات الممتازه اللي بتنظم الميه في جسمنا وما تخليش شكلنا مورم، غير فايدتها طبعا الرهيبه، هي الرياضه. واخر حاجه بقى النوم الجيد بالليل، عشان ده بينظم حاجه اسمها السمباثيك سيستم والكورتيزول، فده ما يخليش جسمنا يحوش ميه. واوعوا تفكروا ان انا ما اشربش ميه عشان جسمي يحوش ميه، بالعكس، نشرب ميه ونمتنع عن الحاجات اللي قلنا عليها، والجسم لوحده هو عنده قدره انه يظبط حاله. ومن الناس هيفرق معاك الكلام ده جدا الستات والبنات قبل الدوره الشهريه، عشان الهرمونات بتحوش ميه، فلو التزمنا بالحاجات دي مزاجنا هيبقى كويس. من اللي هيستفيد من الحاجات دي مرضى الضغط ومرضى القلب، عشان جسمهم هيقلل احتباس الميه، وفي نفس الوقت البوتاسيوم اللي احنا قلنا عليه بيقلل الضغط.